الكهرباء اللي حسيت بيها في نخاشيش دماغك دي مش مجرد وجع وخلاص، ده انذار ومخك ضربه علشان يلحقك من الموت. ثواني من الوجع الرهيب اللي بيخليك تغمض عينيك وتكلبش في مكانك وبعدين يختفي كأن مفيش اي حاجه حصلت. الحاله دي بتتسمى ريم فريز، بس الحقيقه مخك ما اتجمدش ولا حاجه، هو بس اتخض زياده عن اللزوم عليه. والسبب بقى تبقى قاعد بتمزج باحلى كوبايه ايس كريم، اول ما اي حاجه ساقعه قوي تلمس سقف حلقك في عصب في المنطقه دي بيبعت اشاره فوريه للمخ ان في انخفاض حاد في درجه الحراره في المنطقه دي. المخ بقى كائن درامي شويه، بيفتكر ان جسمك كله عنده الحاله دي، ويا عيني علشان خايف عليك بيبعت امر فوري بضخ دم دافي بكميات كبيره جدا للدماغ، وده علشان يدفي دماغك. الضخ المفاجئ ده بقى بيخلي الاوعيه الدمويه تتمدد بسرعه رهيبه، والعمليه دي هي السبب في الوجع الرهيب اللي بتحس بيه في اللحظه دي. السر بقى علشان تخلص من الوجع ده في ثانيه، الزق لسانك في سقف حلقك، وده علشان لسانك دافي فيهدي العصب ويقول لمخك اهدى يا ريس، احنا كنا بنهزر، احنا بناكل ايس كريم بس. يا ترى ايه اكتر حاجه ساقعه بتعمل لك الوجع ده بس انت ما بتقدرش تقاومها؟